انا مستاء جدا من اللي حصل. نادي الزمالك عنده حق، لان اتحاد الكوره ايديه مرتعشه في اتخاذ القرار، وفي اهانه زي ما انت بتقول بالنسبه للجواب. رمضان صبحي ما استحملش لما الاهلي قال له هديك ساعه ترد عليا. يعني الاهلي قال لي رمضان صبحي ساعه وترد عليا، الراجل ما استحملش ومشي. يعني دي من الاسباب الظاهريه، الاسباب الظاهريه لرحيل رمضان صبحي. تبعت لنادي الزمالك تقول له ساعه وترد عليا؟ انا بقول لك لا ينفع. حاجه رمضان ما عملهاش. حاجه مش حلوه. أيوة. انه يبعت لنادي الزمالك حاجه زي كده. نادي الزمالك كيان كبير طبعا. عبث. عبث. يعني حضرتك اللي انا اقدر بحاول ابقى اختار كلامي يعني عشان بس انا دخلت في الناحيه الاداريه فملم بالامور القانونيه والاداريه. انت كنت في اتحاد الكوره في اللجنه طبعا اللي بتدير الاتحاد طبعا. طيب احنا عندنا الاتحاد الكوره في دلوقتي المفروض النادي الاهلي رافع في القضاء الاداري على الاتحاد المصري لكره القدم. لا على اللجنه. غلط مبدئيا. قانونا غلط. انت حضرتك بتشتكي لجنه دي تابعه للاتحاد المصري لكره القدم، حتى لو لجنه مستقله قضائيه فيفا تكاس تروح كاس، فده غلط. تقصد ممنوع اللجوء الى القضاء العادي يعني. ممنوع تماما. لجنه اول حاجه هو مش موقف لعب، هو موقف نادي. انا هقول لحضرتك على حاجه، هو واقعه حصلت ايا كان مين المخطئ. ينفع القرار يطلع بعد 4 شهور في مباراه يعني بنتكلم سوبر؟ مستحيل. هي القرار طلع بعد 4 شهور. حضرتك الواقع الماتش كان في يناير طبعا. هي القرار طلع بعد 4 شهور. حضرتك الواقع الماتش كان في يناير طبعا. فانا جاي دلوقتي حضرتك بطلع، فطبعا ده غير منطقي. هل الزمالك قراره غلط؟ صح. انا بقول لحضرتك انا لو صح. ليه صح؟ ان برضو القرار اللي طلع هو قرار من لجنه الانضباط بوقف لاعب. فطبعا انا عاوز اتمسك بالقرار كنادي الزمالك، يعني هم عاوزين يتمسكوا بالقرار. فحصل بعد كده لجنه التظلمات، حصل تظلم. اول حاجه القرار ده ما بيتوقفش، مفيش حاجه اسمها وقف القرار لحين الفصل، مفيش الكلام ده خالص. هو انا القرار بيستمر لحين الفصل بالحكم. وده حصل على فكره في ماتش السوبر لما احنا كنا موجودين. حصل مشاكل، كان امام عاشور تقريبا وكهربا ومش فاكر مين، كان في لعيبه كتير وشيكابالا، كان في لعيبه كتير اتوقفوا. وعلى فكره لما اتعمل لجنه تظلمات فضلوا موقوفين لغايه ما لجنه التظلمات قللت العقوبه وده حقها. فضلوا موقوفين.